طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا آخر درس من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الأول إعدادي الترم الأول المنهج الجديد. يلا بقى حسن الختام. هو آخر درس هو دور مصر الحضاري في قارة إفريقيا. مصر كان لها دور كبير في أفريقيا من حيث النواحي السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية. طيب، ايه اللي خلى دور مصر مهم كده في افريقيا من الناحية السياسية؟ قال لي موقعها الجغرافي المتميز، آه، تركز السلطة السياسية والدينية في مصر، كل ده كان تحت حكم المماليك نقلوا الخلافة العباسية. آه، كانت مركز الخلافة العباسية في بغداد، نقلوها، يعني الحكم هيبقى من مصر، نقلوها لمصر. كان نظام الحكم السياسي في مصر، في قارة أفريقيا كان نظام قبلي، يبقى تحول من النظام القبلي إلى نظام دولة بسبب دخول الإسلام لأفريقيا، وأصبحت القاهرة مركزا للخلافة العباسية. وحرص الكثير من حكام الدول الإسلامية وإفريقيا للحصول على تأييد مصر. كان بالنسبة لهم مصر ديت يعني الدرع القوي ليهم، لازم يحصلوا على تأييد منها. لما يجي يقول لك اذكر لي علاقة مصر في عصر المماليك مع بلاد الحبشة، طبعا بلاد الحبشة دي كان ليها دور كبير مع مصر في عصر المماليك. قال لي من الناحية السياسية والعسكرية ومن الناحية الإدارية. علاقتها السياسية والعسكرية كانت عاملة ازاي؟ قال لي استفاد حكام الحبشة من الخبرات الحربية المصرية. احنا طبعا كنا عندنا خبرات كبيرة في الحرب. وكمان ما اكتفوش بكده، استفادوا من بعض المماليك بتعليمهم فنون الحرب والضرب بالسيوف. أما العلاقات الإدارية، المماليك نظموا في بلاد الحبشة طرق جباية الأموال، وأنشأوا ديوانا لذلك، ووضعوا قوانين لحماية أموال الدولة. يبقى لما يقولك مين اللي أنشأ جباية الأموال، هي المماليك. طبعا دخول الإسلام في أفريقيا حول النظام القبلي اللي هما كانوا فيه، يعني اللي هو قائد القبيلة هو اللي بيحكم، إلى نظام دولة. وتولت حماية الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة في ظل حكم العباسيين. دولة مصر كانت هي اللي بتشرف على حماية الحرمين الشريفين. دي كانت العلاقة السياسية بين مصر وأفريقيا. طيب، عندي كمان العلاقة الثقافية والعلمية بين مصر وأفريقيا. قال لي تأثرت بها دينيا، وظهر ذلك التأثير الديني على أفريقيا منذ القدم. عندك أول حاجة اللي أنا عامله لكم عليها خط أحمر، دي في عصر المصريين القدماء من زمان خالص. شايفين؟ انتشرت عبادة بعض الآلهة المصرية القديمة في السودان، في حضارة السودان، زي آمون وإيزيس وأوزوريس. طيب، بعد انتشار المسيحية كانت الكنيسة المصرية اللي هو بطرياق الإسكندرية كان يعين مطران مصري. مطران ده منصب، مطران ده مصري، هو مسؤول عن الكنيسة في الحبشة. لما المسيحية دخلت هناك عندهم في أفريقيا، كان البطريرك الإسكندرية بيعين هناك عندهم مطران مصري بيشرف على مسؤول عن الكنيسة هناك في الحبشة. فكان حاكم مصر بعد كده لما الإسلام انتشر، حاكم مصر كان اللي هو بيكلف المطران ده بيتابع مصالح المسلمين الدينية هناك. مهمته كمان برضو بيتابع المصالح المسلمين هناك. طيب، بعد انتشار الإسلام بقى، ظلت مصر نور العلم والثقافة في العالم وأفريقيا من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية، أهمها فريضة الحج. كانت سببا في العلاقات الثقافية بين مصر والدول الإسلامية وإفريقيا. حجاج الدول الإفريقية دول عشان يروحوا اللي هو دلوقتي السعودية كان لازم يمروا على مصر، يعني من مصر لبلاد الحرمين. فلما بيتعرفوا على أهلها ويعلموهم الدين هنا في مصر. كمان المماليك اهتموا ببناء المساجد والمدارس والكتاتيب عشان بيقصدها الطلاب العلم اللي بيجوا من أفريقيا. وكان الأزهر له دور في انتشار الإسلام في أفريقيا.
عمل أروقة. الأروقة دي بتبقى أماكن للدراسة والإعاشة الكاملة بالمجان، يعني بتروح تدرس وتتعلم وتقعد ببلاش، وتقسم حسب المناطق الطلاب الوافدين في كل منطقة. يبقى ليها كل منطقة ليها مكان معين بيها شوية من منطقة معينة. زي مثلا عندك رواق المغاربة، بيضم طلاب شمال أفريقيا وبلاد المغرب العربي. طيب، بعد عودة الطلاب الأفارقة لبلادهم بيقيموا المدارس والمساجد، وبيبدأوا بقى ينشروا اللي هم اتعلموه. طيب ندخل على آخر حاجة معانا، هي العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية في العصور الوسطى. مصر كانت بتستورد من أفريقيا العاج وريش نعام والصمغ وبعض الجلود. العاج وريش نعام والصمغ وبعض الجلود. أفريقيا بقى كانت بتستورد من مصر قال لي أواني نحاسية ومصوغات ذهبية وفضية وحديدية وأدوات زينة وزجاج. يبقى أفريقيا كانت بتستورد مننا كمصريين أدوات نحاسية ومصوغات فضية ذهبية حديدية وزجاج وأدوات زينة. احنا بقى كنا بنستورد من أفريقيا العاج والصمغ والجلود وريش النعام. طيب، ده كان درسنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا على مدار الدروس اللي أنا شرحتها لكم. أشوفكم على خير، إلى اللقاء. باي باي.